السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنشرح عن أفجر نسخة واتساب في المجال. كل اللي عليك إنك تكون مركز معايا في الشرح من البداية للنهاية، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكرة جديدة. ويلا بينا على الشرح يا صديقي. مبدئيا كده هتلاقي النسخة معاك بالشكل الجامد اللي انت شايفه ده. تمام. أول حاجة عندك هنا الشتات. تمام. لو دخلت على أي شات كده، تمام، ده شكل الشات أهو زي ما انت شايف. عندك هنا تضغط، عندك هنا طبعا خلفيات الفيديو، خلفيات روقان. تمام. وعندك هنا طبعا دي تاني خلفية، وعندك هنا طبعا دي تالت خلفية. تمام. وعندك كمان النسخة بترمو فيروس زي ما انت شايف، فيروس اندرويد وفيروس ايفون والاتنين مع بعض. طبعا لو خرجت كده هتلاقي عندك هنا برضو المثلث ده فيه خلفيات فيديو. تمام. ولو انت طبعا عايز تحط خلفية فيديو من هنا، تمام، من اللي هو الزرار اللي تحت الفيديو ده. تمام كده يا صديقي. عندك طبعا التلات نقط دولت. عندك هنا الاضافات. تمام. عندك هنا طبعا وضع الطيران، الوضع الليلي، وضع الشبح والكاميرا وايقونة الحساب. عندك التلات نقط دول اللي هي الاضافات والتحديثات والكلام ده كله. طبعا النسخة دي التحديث بتاعها بيكون في القناة بتاعتي، مبيكونش معاها اي حد غير انا. تمام. هتضغط كده الاضافات. تمام. عندك ده شكل، طبعا شكل الاضافات الجمدان. عندك هنا طبعا اضافات القرآن الكريم بالاحاديث بالادعية بكل حاجة. تمام. عندك طبعا الاضافات، اختصار المميزات وإزالة المجموعة لو انت مشرف. تمام. لو عايز تطلع كل اللي في المجموعة مرة واحدة. عندك هنا منشن جماعي، عندك رابط مشبوهة، أيقونة الفيديوهات المتحركة، أيقونة الفيديوهات المتحركة في الشاشة الرئيسية. اعرف من رفعك أدمن، إعادة التوجيه في 10، إلغاء علامة المنشن، تقليل النص، إخفاء النصوص، مكافحة الأخطاء. تمام. وعندك هنا طبعا كل الإضافات دي. طبعا النسخة شغالة بربط جهاز، والنسخة دي هتلاقيها مضغوطة بباسورد مكون من 4 أرقام. أنا بقولهم لك رقمين في رقمين، وأول جزء اللي هيكون 40. أول جزء من الباسورد هيكون 40. طبعا هنا كده هنضغط على المميزات، توثيق رقمك، عكس رسايل، إعادة توجيه، تسجيل الأرقام تلقائي. تمام. عندك لو عملت دي هتلاقي إن الأرقام بدأت تسجل لوحدها، اللي هو مثلا لو مسجل نيمو مثلا أحمد هتلاقيه بيتسجل أحمد، مسجل نيمو محمد هتلاقيه بيسجل محمد. تمام. وبعد كده طبعا إزالة حد أحرف الاسم، شوف الدردشات والإعدادات، إزالة النصوص، تحديد الموقع، تقليل الشكوك خارج الذاكرة، الحماية من التهنيج، إلغاء القانون. تمام. وكمل انت بقى الإضافات دي مع نفسك. عندك هنا طبعا إضافات مميزة. تمام. عندك هنا طبعا تغيير الأيقونة وتغيير أيقونة وضع الطيران. وعندك هنا طبعا أشكال شكل النسخة. تمام. هترجع كده. وعندك هنا طبعا مميزات مشاهدة الستوري، المسؤول المزيف، زيادة العدد، زيادة مشاهدة الستوري 1 و2 و3. وعندك هنا طبعا الحماية من الفيروس، الحماية من الفيروس الصوت وفيروس الانهيار، والحماية من تهنيج الشات، والحماية من الدعوة، مضاد الروبوتات ومضاد روبوتات الأخطاء، الحماية ضد الفيروسات، إخفاء النصوص، الحماية ضد الأخطاء، الحماية من فيروس قطع النت، الحماية من فيروس الواجهة، وزيادة الأمان. طبعا لو خرجنا كده خطوة لورا، عندك طبعا قسم مميزات الإضافات. طبعا عندك هنا بقى بتغير اسمك وتغير الرقم وتغير تاريخ إنشاء الجروب بتاعك لو أنت عايز بقى تعمل جروب قديم ولا حاجة. وعندك هنا طبعا أشكال الأيفون. عندك هنا طبعا اختار سيم الأيفون. تمام. الستايل والشكل ووضع الشبح والكلام ده كله تقدر انت تختار ايفون. تمام. وعندك هنا طبعا الايقونات وايقونات الاتصال والاعدادات دي كلها، يعني لو انت مش عارف حاجه ما تلعبش فيهم. تمام. عشان بتبص النسخه. وعندك هنا طبعا مميزات ارسال لمده الريكورد. عندك هنا طبعا تفكيك ريكورد 1 و2 و3 و4 و5. لو رجعت كده خطوه لورا، عندك هنا طبعا الحمايه والخصوصيه اللي هي اخفاء اخر ظهور وتجاوز المشاهده مره واحده. كل الاعدادات دي انت عارفها طبعا. تمام. اعدادات البلس. عندك هنا طبعا السمات، تقدر طبعا تحمل اي سيم او تخلي وضع السيم اللي هو الداكن. تمام. زي ما انت شايف كده حرفيا شكله جمدان وشكله رايق، يعني الداكن ده احسن من الفاتح. عندك طبعا الشاشة الرئيسية. وعندك طبعا الاعدادات العامة، الستايل والشكل. تمام. عندك طبعا شكل الايفون اهو اللي هو تاني واحد ده لو رجعت كده. وعندك طبعا الالوان، عندك اللون الموحد والتغيير والكلام ده كله. لو خرجت طبعا دخلت طبعا على الشاشة الرئيسية، الاسطر والبار العلوي والانماط والكلام ده كله، الاعدادات دي يعني ايه دور فيها مع نفسك. عندك طبعا الاعدادات والوسائط، النسخ الاحتياطي، إدارة الرسايل، الويدجت والتحديثات والكلام ده كله. عندك طبعا إخفاء الوثائق من المعرض. تمام. لو أنت يعني عايز الصور بس تشوفها من الواتساب بس ما تنزلش، إرسال صورة بوضوح عالي، إرسال فيديو بوضوح عالي، إرسال صوتيات أكبر من 16 ميجا بايت، مشاركة الصور بلا حدود، مشاركة المستندات بلا حدود، زيادة حجم الحالة، وكل الإعدادات دي. تمام. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لشرح الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكرة جديدة. وخد آخر جزء من الباسورد اللي هيكون 20. آخر جزء من الباسورد هيكون 20. أشوفك الفيديو الجاي يا عمر. سلام.